أدور نعيم قصيرة، أستاذ في كلية الطب، مدير عام دائرة العلوم الطبية بوزارة التعليم العالي. مما لا شك فيه أن العلم سلاح الشعوب الأول، وفي عصرنا هذا أصبح العلم هو من المؤشرات الرئيسية التي تقاس فيها تقدم الشعوب والأمم وتطورها. وقد أولت القيادة برئاسة السيد الرئيس المناضل الحركة العلمية كل رعاية واهتمام، وكما يقال في الحقيقة إن الثورة علم والشعب، والعلم له قيم إنسانية كما قال السيد الرئيس: ولا ثورة بدون علم الموجه لخدمة المجتمع الذي استرث كثيرا من الآفات الموروثة كالجهل والتخلف وآفات العصر كالرجعية والاستعمار والاغتصاب. إن وعي القيادة بأهمية الارتباط العضوي بين الحركة العلمية وبين مجمل نشاطات الحياة في المجتمع يتمثل واضحا في مناهج التطور والتنمية لثورة البعث العظيمة في مناسبات عديدة، منها ما رسمه التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي من خطوط عريضة لمسيرة جهاز التربية والتعليم لإجراء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي يطمح إليها الحزب. وكما هو واضح إن اهتمام القيادة بهذا المضمار جعلنا نراجع أنفسنا في ورقة العمل المطروحة أمامنا لقطاع التربية والتعليم العالي، والتي تعرض الآن بعد جهود مشكورة من قبل لجان متخصصة قيمت هذه المسيرة وبينت كثيرا من سلبياتها وإيجابياتها. السيد النائب الأول، كانت ورقة العمل موفقة في عرض تطور التعليم، وهناك بعض الملاحظات أرغب في طرحها لإغناء الورقة، إذ لم يكن من الممكن في الظاهر عرض كل خصوصيات التعليم فيها، إضافة إلى أهمية التدقيق بالأرقام التي وردت كما بيّنت سيادتكم. سأختصر هذه الملاحظات على الأمور التي تخص العلوم الطبية لأنه هي من اختصاصي إن سمحت. أولاً، بما جاء بالقوانين والأنظمة، نوقش قسم كبير من هذه النقطة في صفحة 81. أظهرت الورقة السلبيات التي برزت نتيجة تعدد القوانين والأنظمة التي تنظم أوضاع مؤسسات التعليم، وقد حظت المؤسسات الطبية بالذات بنسبة كبيرة من هذه السلبيات نتيجة تعدد الأنظمة، إضافة على الأنظمة التي بينت في ورقة العمل. ظهر قانون التفرغ الطبي سنة 72، أعقبه قانون الخدمة الجامعية وإلى آخره. جزء من هذه القوانين جعل أساتذة كلية الطب عملهم غير إلزامي، والآن جعل تحت قانون الخدمة الجامعية إلزامي. هذا الأمر أدى إلى نوع من التخلخل في استقطاب أعضاء هيئة تدريسية في كليات الطب كتعيين جديد، أو الحفاظ على القدامى من أعضاء هيئة التدريس، وقد تسرب قسم منهم إلى مؤسسات الدولة الأخرى وخاصة وزارة الصحة، إذ من البديهي أن ترحب بهم تلك الوزارة لحاجتها لخدماتها، لأن قسم منهم ذو نوعية جيدة، إضافة إلى الفوائد المادية التي تمتعوا بها، وذلك عن طريق فتح عياداتهم الخاصة وحصولهم على امتيازات تفوق الامتيازات التي يحصل عليها عضو الهيئة التدريسية التابع للخدمة الجامعية. بيّنت ورقة العمل أيضا صفحة 82 بأن الهيكل التنظيمي للوزارة ومؤسساتها الحالي أحدث صعوبات وإرباكات إدارية وأدى إلى عدم انسياب الأعمال بصورة طبيعية. لا أريد أن أدخل في هذا المجال لأنه أعتقد تكلموا قسم من الإخوان كثيرا حول هذا الموضوع. النقطة الثانية، نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية. في صفحة 86 من الورقة بيّنت تلك الورقة بأن هذا المعدل
بلغ 12 طالبا لكل عضو هيئة تدريسية في العلوم الطبية، 1 إلى 12. ولكن لو فحصنا ذلك حسب الاختصاصات، وسيادتك قال دققوا الأرقام والفروع لكليات الطب، لوجدنا الوضع لا يحسد عليه. عندي جدول في الاختصاصات الطبية سيادة الرئيس، ووضح أيضا في مقابلة السيد الرئيس في الموصل. مثلا في النسائية والتوليد في طب الموصل يوجد عضو هيئة تدريسية إلى كل 278 طالب. في الصحة العامة وطب المجتمع في بغداد يوجد هيئة تدريسية إلى كل 90، وإلى آخره. يعني في فروع كثيرة، حالة يعني صعبة، بس لما نقول 1 إلى 12 تضيع إذا ما ندخل في خصوصيات الموضوع. هناك بعض